السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض محل حلويات البليله والعاشوره بكل انواعها. من ربع كيلو بس من القمح هنعمل كل انواع البليله. هنعمل البليله الساده وبليله بالمكسرات والبليله اللي باللبن، وهنعمل كمان اللي بالكنافه وبالكسكسي، وهنعمل كمان منه اطباق من العاشوره. هنعمل حوالي 15 او 20 طبق من ربع كيلو بليل قمح بس لو انتوا لسه جيتوا في القناه بتاعتي وعايزين تعرفوا الطريقه، ما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي، ولايك وشير للفيديو لو الفيديو عجبكم. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول، يلا بينا نبدأ على طول. اول حاجه كده انا عندي هنا ربع كيلو من القمح. انا جبت القمح ده وبعدها تنقيه علشان خاطر ساعات بيبقى فيه بعد حبايه كده مغلفه، فانا بحب اتخلص منها، ما بتنفعش معانا. او في كمان مثلا طوبه او اي حاجه شوائب بتبقى موجوده فيه، فانا ببدا انقيه كده وبعدين ببدا اجيب ميه من الحنفيه عاديه خالص وابدا انقعه. انقع الميه ديت مع القمح كده لحد مثلا من بالليل للصبح او من الصبح بالليل، لحد ما تبدأ الحباية بتاعتي تنفش معايا وتكبر، وشكلها هيبدأ يتغير علشان ما تاخدش معانا وقت في السوا كتير. عندنا حل من اتنين: يا اما نغسل البلد الاول ونرمي الميه وبعدين نبدأ نسويها في الميه اللي احنا نقعناها فيها عشان نستفاد بالقيمة الغذائية اللي نزلت في الميه، او ترمي الميه مش مشكلة خالص وبعدين تبدأ ايه، تحط ميه بتغلي على النار وبعدين تبدأ ايه، تسوي فيها القمح بتاعنا. هنحط القمح كده حوالي نص ساعة بس على النار وبعدين هنطفي عليه، هيستوي معانا على طول ويفتح. طالما احنا نقعناه كويس جدا هيفتح معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنطفي عليه النار ونسيبه بقى مثلا ساعة ولا حاجة لحد ما يبدأ يفتح الحباية بتاعته وتبقى استوت ونضجت بنسبة 100%. بعد كده بقى أنا عندي هنا كيسين من الفانيليا، بدأت أضيفهم كده على القمح بتاعي. الفانيليا دي بتدي طعم حلو خصوصا لما نكون هنضيف لبن. بعد كده بقى هضيف هنا السكر، واحط سكر على حسب ما انا عايزه. انا عايزه الحاجه مسكره قوي او عايزاها مظبوطه، بس طبعا على حسب ذوقك وعلى حسب ما انت عايزه. هقلب بقى السكر كده وما اتاكد ان هو داب كده، هنبقى خلاص عملنا اول طبق بليله، البليله العاديه خالص اللي هي بالميه اللي من غير اي اضافات. بعد كده بقى انا عندي هنا لتر من اللبن، بتقدري تنقصي البليله اللي انت عايزاها بالميه دي زي ما انت عايزه كام طبق. بعد كده بقى انا عندي هنا لتر من اللبن، بدات اضيفه كده على البليله، واول ما تغلي معايا هو كده خلاص اصبح جاهزه. هبدا بقى دلوقتي نعمل اللي بالمكسرات واللي بالكنافه وكمان بالكسكسي. المحلات بتاعه البليله بتعمل اطباق، انواع من الاطباق كتيره جدا، بتقدمها بطرق كتيره قوي وبتبقى غاليه جدا. هنعملها النهارده في البيت بطريقه سهله وبسيطه جدا. عندي هنا الكنافة ديت، أنا عندي شوية كنافة كده كانوا باقيين من رمضان، فأنا بدأت كده خدتهم وحمرتهم في قطع من ال السمنة أو الزبدة وركنتهم على جنب، مش هتكلفنا أي حاجة خالص. أول طبق عملناه معانا هنحط البليلة اللي هي باللبن وبالمكسرات بس. أنا حطيت مبشور وحطيت كمان زبيب، تقدر تضيفي مثلا أي نوع مكسرات عندك، لوز وفستق وعين جمل، أي حاجة انت بتحبي المكسرات بتاعتها أو سوداني. بعد كده بقى تاني طبق معايا هعمله بالكسكسي، وعلى فكرة أنا كنت خايفة منه بس بصراحة طلع طعمه تحفة جدا وفيه قيمة غذائيه عاليه قوي. هضيف كده شويه من البليله اللي باللبن اللي احنا عاملينها في طبق، وبعدين ابدا اضيف عليها حوالي 3 4 معالق كده من الكسكسي، واحط عليها كمان مبشور، واحط عليها كمان مكسرات. انا استخدمت النهارده الزبيب والمبشور بس، تقدر انت تستخدمي زي ما قلتلك فستق ولوز وعين جمل اللي متاح عندك وكمان سوداني. تالت طبق معايا بقى هعمله اللي هو بالكنافة، برضه هنضيف شوية كده من البليلة بتاعتنا في الطبق، حوالي مغرفتين 3 كده. وبعدين هبدأ أضيف بقى الكنافة بتاعتي اللي هي متحمرة في السمنة أو في الزبدة البلدي. هنضيف كده حوالي 3 4 معالق برضو، وبعدين هبدأ أضيف عليها المكسرات بتاعتي. كانت والدتي ربنا يديها الصحة دايما بتعملنا البلة ديت اللي هي باللبن والمكسرات بس، ما كناش بنعمل اللي هي لا الكنافة ولا الكسكس دي. بس بصراحة لما عملتها عجبتني جدا اكتر من اللي هي باللبن بس. بحس فيها كده نوع من انواع الحلويات جديد، وكمان بحس ان الواحد لما بياكلها كده بيشبع معانا كده ومش بيحس ان هو بيجوع ولا اي حاجة. كنا بنعملها اغلبية الوقت في فطار او كمان في عشاء.
آخر طبق بقى هنعمله معانا هنعمل إيه البليلة اللي هي بالاتنين الكسكسي وكمان الكنافة. حطيت كده شوية من البليلة وأحط عليهم كمان معلقتين كده أو 3 من الكسكسي، وأحط كمان معلقتين من الكنافة، وهنضيف برضو شوية كده من المكسرات. المكسرات بتعزز الطعم والقيمة الغذائية اللي موجودة عندنا. وعلى فكرة أنا ما عملتش بس الأطباق دي، أنا عملت من كل طبق 2، بس أنا صورت معاكم واحد بس عشان خاطر الفيديو ما طولش معانا. بعد كده بقى بقيت البليله اللي موجوده عندي هبدا اعمل بقى نوع تاني، هعمل بيها عاشوره. هبدا اخدها كده وبعدين هاخد 3/4 البليله اللي موجوده ديت اضربها نص ضربه كده في الخلاط، او لو انت عندك هاند بلندر تقدري تديها بس كده تكسيره كده في الخلاط بالهاند بلندر. عايزين بس الحبايه بتاعتنا تتكسر، مش عايزينها تبقى دايبه قوي ولا عامله زي العصير كده او صوص الطماطم ولا حاجة. احنا عايزينها بس تتكسر كده علشان خاطر لما نيجي ناكلها بعد كده تبقى سهلة معانا، وكمان تبقى دايبة كده عاملة زي المهلبية او زي الرز بلبن. بعد بقى ما كسرتها كده في الخلاط تكه واحده بس، هبدا بقى اضيفها احطها على النار، واضيف عليها كده حوالي كوبايتين كبار من اللبن، واضيف عليهم كمان معلقتين كده من السكر، وابدا احطهم بقى على النار لحد ما يبدا يغلوا معايا علشان نحول البليله بتاعتنا ديت لعاشوره. عندنا كده في بوله احط فيها معلقتين 3 من اللبن، واحط عليها كمان معلقتين او 3 من النشا. وبتستخدمي النشا ده بدل بديل رابط، يعني ممكن ما تستخدميش نشا خالص، ممكن تستخدمي معلقتين من الدقيق او ما تستخدميش ولا نشا ولا دقيق. ونحط بس البليله بتاعتنا كده على النار ونبدا نقلب فيها لحد ما تبدا تربط معانا وتتأثر وتبقى القوام اللي احنا عايزينه. لكن بصراحة انا بحب احط لها معلقتين من النشا كده واحط لها شوية من اللبن علشان تبقى خفيفة معايا كده، ما تبقاش تقيلة وحبايات البيلة كلها كده متماسكة. لا انا بحبها كده عاملة زي الرز بلبن او زي المهلبية بالشكل ده. اول ما تبدأ تغلي معايا وتدينا القوام اللي احنا انتوا شايفينه ده، هبدأ بقى ارفعها من على النار واسيبها حوالي 5 دقايق كده لحد ما تهدى. وبعدين هنبدأ نعمل نصبها في الاطباق بتاعتنا او الكوبايات، ونزينها برضو بمكسرات او تقدري تقدميها كده من غير تزيين. عملت من العاشوره ديت حوالي 10 اطباق. وكمان عملت من البليله الاولانيه اللي احنا عملناها بالمكسرات ديت عملت حوالي 7 او 8 اطباق، فمن ربع كيلو بليله بس قمح عملنا كل الكميه ديت. لو احنا بنشتريها من بره والله بامانه هتكلفنا فلوس كتير جدا، لكن احنا عملناها في البيت حاجه نظيفه وضامنين ان احنا غسلين البليله ومنقيينها كويس ومقدمينها كده بكل الانواع بتاعتها. اتمنى يكون يا رب الفيديو النهارده شامل وعجبكم في كل انواع البليله او العاشوره اللي ممكن تتخيلوها وتكونوا عايزين تجربوها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناه بتاعتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي، وكمان لايك وشير لو الفيديو عجبكم. دمتم في رعايه الله وفضله، والسلام عليكم.